ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن التايبوجرافي. هنعرف مع بعض ايه هو التايبوجرافي وايه المصطلحات بتاعته وايه المبادئ او البرنسبلز بتاعته. التايبوجرافي هو استخدام التايب فيسز عشان نكون واجهات وتجارب سهلة القراية والاستخدام. فالتايبوجرافي بتعزز من اليوزر اكسبيرينس وبتحسن من الاستخدام وبتجذب انتباه المستخدم. مصطلحات التايبوجرافي ممكن تكون معقدة شوية وبتلخبط، فتعالوا نفهم مع بعض ايه المصطلحات دي. من المصطلحات عندنا مصطلح اسمه تايب فيس. التايب فيس وكمان بيتقال عليه فونت فاميلي بيرمز لشكل الحرف بيبقى عامل ازاي. التايب فيس بيتكون من مجموعة فونتس زي ما الألبوم بيتكون من مجموعة أغاني، والتايب فيس كمان بيتكون من مجموعة فونت ويت، والستايل ده بيتطبق على كل الحروف والأرقام والعلامات. تاني مصطلح هو الفونتس. الفونتس هو عبارة عن ويتس معينة في التايب فيس بتاعك، فانت لما بتختار التايب فيس انت بتستخدم الفونت بتاعه. بمعنى لو انت مثلا بتستخدم تايب فيس زي تايمز نيو رومان، فالفونت بتاعه بيبقى بولد او ايتاليك او ريجولر على حسب استخدامك، ومن الاغلب ان انت هتستخدم من نوعين لثلاث انواع فونتس في البروجكت بتاعك. عندنا مصطلحين تانيين هما السيرف والسان سيرف. السيرف هو لما بيبقى الحرف مسنود من تحت بخط، والسيرف فونت بيبقى اكتر قابلية للقراية عشان الخط اللي تحت الحرف بيجذب انتباه اللي بيقرا للحرف اللي بعديه، ومع ذلك عشان حجمهم صغير مش بيبقوا احسن حاجة على الشاشة. على عكس السان سيرف بيبقى الحرف عادي مش مسنود بخط، وده بيبقى افضل على الشاشات وخصوصا الشاشات اللي الريزولوشن بتاعتها قليلة. واخر مصطلح هنتكلم عنه هو الهيراركي. الهيراركي هو مبدأ ترتيب العناصر في الديزاين على حسب الأهمية، فإن أنت تعمل هيراركي قوي ده بيساعد المستخدم يعرف يبص فين الأول، واختلاف حجم الشاشة مش مهم لو أنت عندك أكتر من عنصر، فمن المهم إن أنت تجذب انتباه المستخدم لأكتر عنصر مهم على الشاشة. والتايبوجرافي ليها مبادئ وجايد لاينز لازم ناخدها في الاعتبار لما بنيجي نصمم ويب سايت أو ابلكيشن عشان نصمم واجهة سهلة ومريحة. ومن الجايد لاينز ان انا ما استخدمش تايب فيسز كتير في الديزاين عشان ده مش يوزر اكسبيرينس كويس. خلي الموضوع بسيط واستخدم من نوعين لثلاث انواع تايب فيسز في الديزاين مش اكتر. ولو انت هتستخدم نوعين تايب فيسز حاول ان انت تستخدم نوعين متناقضين مع بعض زي مثلا سيرف وسان سيرف عشان التايب فيس ما يفقدش قيمته وهويته. وزي ما قلنا الهيراركي مهم جدا عشان ده بيسمح للمستخدم ان هو يقرا بسرعه لما يجي يستخدم الويب سايت او الابليكيشن. فنظم المحتوى على حسب الاولويه، خلي اهم حاجه بارزه اكتر والاقل اهميه يبقى ظهوره اصغر. وبكده نكون اتكلمنا مع بعض عن التايبوجرافي وعرفنا ايه هي التايبوجرافي وعرفنا كمان ايه المصطلحات والمبادئ بتاعتها. اتمنى اكون افدتكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.